جمعة مباركة على الجميع يا رب. آه طبعا للبنات اللي يرجون ضعف أكثرهم قالوا فيروز نزلينا فيديو كنا نستفاد من عنده شلون جسمنا يصير يعني جسم مثالي وما بي مثلا كرش أو دهون ليس مرغوب بها بالجسم. عن تجربة أنا دائما من أتغدى رأسة ورا 5 دقائق يكون فنجان القهوة أشربه. هسه هل يصير الصبح أو بالليل؟ لا، بس مرة واحدة ورا الغدا رأسة. إذا أنتم مش تشربونه ورا الغدا، إذا أكلتوا أكلة دسمة حاولوا تشربون هذا الفنجان القهوة، بحيث يعني يحرق جميع السعرات الحرارية، بحيث حتى ما تصير الدهون. هي إذا صارت الدهون رأسة إنه بتتحول إلى سمنة، وسمنة شنو كلها يعني سمنة مفرطة. فأنتم إذا تردون جسمكم بس مو بيوم وبيومين، لا يعني ورا فترة، وأنت تلاحظ أصلا بحيث من أول شهر من تسوين هاي التجربة تحسين جسمك يعني قاعد يضعف. وعلى فكرة وظلين تاكلين أكل عادي بأي شنو اللي عجبك تاكلين، يعني ما راح يسبب إلش ضرر أو تقولين راح أسمن، لا عادي اكلي. بس ورا الغدا رأسة تشربين فنجان القهوة السوداء المقطرة. واذا ما تقدرين مقطره، مثل ما عندك هاي مالت القهوه المقطره، شو تسوين؟ القهوه هاي البن، اهم شي البن مو النسكافيه. النسكافيه ما تسوي. هاي وحده. واهم شي اللي تتنظمين عليه اكلك. الاكل يعني تلعبين تحاولين رياضه. الاحلى شي بعد ثاني شي، اذا تقعدين مرات الصبح تردين كلش يعني جسمك يعني يصير ضعيفه، غير مو كلش ضعيفه، لا حلو بحالاته. تاخذين قهوه تفورينها وتخلين وياها علب مسمار او علبين وشويه غرفه تستمرين عليها، او كمون تخلين وياها. تقولين كمون؟ اي كمون. طبعا هذه يعني تخليك ضعيفه وجسمك متناسق ما شاء الله يصير. وهذه الوصفه. خليكم ويا شويات السمكات، وتبتعدين عن المشروبات باثناء الاكل. اهم شيء الماي، العصاير هاي تبتعدين عليها باثناء الاكل حتى لا يصير كرش. ان شاء الله تستفادين.